أهلا بيكم في درس جديد إن شاء الله يكون مفيد. النهاردة هنتعلم إزاي نتعلم. بتواجه مشكلة إنك تتعلم مهارة جديدة، بتبذل مجهود كبير وما بتوصلش للنتيجة اللي أنت بتحلم بيها. هنتكلم عن أفكار هتساعدك تغير حياتك. يلا بينا. أولا، ذاكر على فترات قليلة، وافصل ما بين كل فترة والتانية 5 دقايق راحة. اتحرك فيهم أو اعمل كوباية قهوة أو اعمل أي حاجة أنت بتحبها. فترة الشغل أو المذاكرة خليها 25 دقيقة، والراحة 5 دقايق. وبعد كل بعد كل 4 فترات من العمل اللي هي 25 دقيقة مع الراحة ال5 دقايق، خد لك ساعة ريح فيها. في خلال الساعة دي تحاول ان انت ما تجهدش نفسك وما تجهدش عقلك بانك تتصفح السوشيال ميديا او تتابع اخبار. حاول ان انت تسترخي شوية في الساعة دي، وما تبذلش اي مجهود عقلي او بدني، بحيث ان انت اول ما تبدأ رحلتك الجديدة في التعلم برضو تكون 25 دقيقة. ما يكونش عقلك مجهد زيادة ومش قادر ان هو يستوعب معلومات تانية. النقطة التانية، بدل ما بين الجلوس والوقوف في فترات العمل بتاعتك. يعني كل 25 دقيقة مرة تكون واقف ومرة تكون قاعد على الكرسي بتاعك. ده هيفيدك انك مش هتضغط على اعضاء جسمك بشكل آه، مستمر في وضعية الجلوس، او وقوفك باستمرار برضه هيتعب جسمك بشكل كبير. التبديل ما بين الوضعين دول هيخليك دايما فايق، وهيخلي جسمك وظهرك ورجلك الى حد ما مستريحين. النقطة الثالثة، خصص مكان محدد للعمل، واحرص ان المكان ده يكون هادي ومرتب عشان تتجنب انك تتشتت. طول ما المكتب بتاعك نظيف ومتنظم، طول ما المكان او البيئة اللي انت فيها متنظمة ومترتبة، ده يساعدك بشكل كبير انك تنجز، وانك تلاقي بسرعة الحاجات او الادوات اللي انت محتاجها بدون اي تشتت يؤثر على تركيزك في تحصيل المعلومات اللي انت بتدرسها. رابعا، التكرار المتباعد المستمر في دراسة ومراجعة نفس المعلومة، لأن عقلك إلى حد كبير بيشبه الكمبيوتر، في ذاكرة مؤقتة كده بتخزن كل شيء بتقابله. ولما تتملي الذاكرة ديت بتبتدي تمسح من المعلومات اللي موجودة فيها، لأن الذاكرة ديت مساحتها قليلة. وبرضو انت عندك حاجة في عقلك زي الهارد كده، مساحة كبيرة تقدر تشيل بيانات ومعلومات كتير جدا. لكن عشان تقدر تنقل من الذاكرة المؤقتة بتاعتك للذاكرة الأساسية بتاعتك، هتحتاج إنك تعمل تكرار لنفس المعلومة، تكرار في المذاكرة أو المراجعة. مش في نفس اليوم. يعني أنت النهاردة ذاكرت لمدة ربع ساعة شيء معين، بكرة ذاكر نفس الشيء دوت لمدة مثلا 5 دقايق أو 10 دقايق. بعده خد مثلا 5 دقايق أو دقيقتين أو 3 بتراجع نفس الشيء. مع التكرار دوت هتلاقي نفسك المعلومة دي أنت حفظتها بشكل كامل، وإلى حد كبير مش هتهرب منك أبدا. خامسا، اطلع أولا وبعد كده ذاكر بعمق. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا لو أنا عندي كتاب متكون مثلا من 300 صفحة، أول حاجة أعملها قسم الكتاب دوت لفصول. الفصل مثلا بيكون 50 صفحة. هتقرأ ال50 صفحة دول قراءة كده مش بهدف المذاكرة، بهدف بس اللي انت بتشوف الكتاب ده بيقول ايه، او في حاجة هتسمع معاك في عقلك، او في حاجة لمساك في الكتاب ده ولا لا. بعد ما تقرأ الفصل دوت بشكل كامل، ابتدي بقى اقسمه اجزاء اصغر اللي انت تذاكرها. يبقى انت قريت 50 صفحة مثلا، هتبتدي مثلا انت عايز تذاكر 10 صفحات بقى من الفصل ده. فوقت المذاكرة ذاكر بقى بعمق، حلل، اكتب اسئله وحاول تجاوب عليها. شوف ايه اقوى المعلومات او ايه النقط الرئيسيه اللي انت عايز تراجعها، وسجلها دونها، اعمل هايلايت عليها. لكن ابتدي دايما بانك تقرا الفصل بالكامل لمجرد القراءه، لا اكثر ولا اقل. ده هيساعدك جدا انك هتحس بعد ما تيجي تذاكر انك المعلومه دي مش بعيده عليك، انت قريتها قبل كده او انت حاسس ليها قريبه منك. ده هيفيدك جدا. سادسا، المراجعة تكون بإجابة الأسئلة أكتر من إعادة القراءة. كل ما تستدعي المعلومة من ذاكرتك لإجابة سؤال، هيكون دعم كبير جدا إن المعلومة دي تثبت في دماغك وتثبت لفترة طويلة جدا. بمعنى إيه؟ إحنا بنتكلم دلوقتي عن فصل إحنا قرأناه في كتاب.
فتبتدي تسال اسئله. لو مفيش اسئله عندك في الكتاب دوت، تبتدي انت في اجنده خارجيه او في اي ملف مثلا وورد، تبتدي تسال اسئله مهمه الكتاب ده بيتكلم عن ايه، وتبتدي تجاوب عليها الاجابه النموذجيه. السؤال هتساله لنفسك وتبعد الاجابه عنك، وتبتدي تحاول تتذكر الاجابه ديت من ايه، من دماغك. مع التكرار ومع كثرة الأسئلة، حتى لو كانت بنوعية مختلفة أو أسئلة مختلفة، هتلاقي المعلومة ثبتت في دماغك، وهيكون صعب جدا إنك تنساها. سابعا، نام كويس وبعمق. حاول تصحى بدري، ده يكون أفضل بكتير من إنك تسهر للمذاكرة أو للقيام بإنهاء أعمال، لأن السهر هيأثر عليك بشكل سلبي. فممكن مثلا تنام من الساعة 10 مساء ل 5 صباحا، كده هتنام 7 ساعات، دول هيكونوا كافيين جدا، وهيكون معاك 3 ساعات كاملين قبل أي حدث ممكن يتم صباحا، لأن أغلب الناس بتبدأ يومها الساعة 8 صباحا. فأنت هيكون معاك من الساعة 5 ل 8، تقدر اللي أنت لو عايز تذاكر حاجة، لو عايز تراجع حاجة، لو وراك شيء مهم عايز تراجع عليه، أو لو عايز تكتسب مهارات زي الإنجليزي، زي أي مهارة، هيكون عندك وقت كافي لو انت راجل شغال وملتزم بمواعيد معينه. غير كده الوقت الصبح بيكون فيه تركيز كويس. فعشان توصل برضو لانك تنام كويس، عشان السبع ساعات دول يكفوك، هتعمل ايه؟ حاول اخر كوب قهوه او كافيين ما يعديش الساعه 4 مساء من اليوم بتاعك. ابعد عن اضاءه الشاشات، اي شاشه بقى، سواء شاشه موبايل، سواء شاشه كمبيوتر، تلفزيون. من الساعه 9 مساء ابعد عن اي ايه، اضاءه شاشات. حاول تخلي الاضاءه بتاعه المنزل بتاعك باللون الاصفر بدل الابيض. حاول ما تاكلش قبل النوم مثلا بساعتين. حاول تستلقي على السرير كده قبل ما انت تنام، وطفي النور تماما قبل ما تنام بتلت ساعه. ثامنا، حاول تلخص اي شيء مهم ليك انك اي شيء مهم ليك انك تتذكره، بحيث يكون بامكانك انك تتذكر اهم المعلومات لو حبيت تسترجع المعلومات ديت، او تشرح لغيرك لو انت حابب ان انت تشرح لحد غيرك. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي كتاب مثلا 300 صفحه، 500 صفحه، لو جينا لخصنا الكتاب دوت، هنلاقي ممكن نلخصه مثلا في 50 صفحه، لو تلخيص باستفاضه ممكن يكون 100 صفحه. الكتاب دايما بيحاول يدي امثله باستفاضه، بيحاول يكون ليه شكل معين. ما هو ما ينفعش برضو واحد هيجي يعمل كتاب وتلاقيه عمل لك الكتاب مثلا 50 صفحه، ممكن 50 صفحه دول اللي هو عايز يختصر ويديه الخلاصه هيعمل كده، لكن تجاريا مش هينفع. فكره ان انت تشتري كتاب 50 صفحه ويجي يقول لك مثلا كتاب ب 500 جنيه ولا ب 400 جنيه، هتبقى صعبه على نفسيتك ان انت تشتريه. فتلخيصك للكتاب دوت هيوفر عليك وقت كبير جدا، بانك لما تحب تراجع بدل ما تراجع من الكتاب هتراجع من الملخص بتاعك. تاسعا، غذي عقلك. الاكل اللي فيه اوميجا 3 هيكون مفيد جدا للعقل، زي السردين، زي السمك الماكريل، زي زيت الكتان، زيت الزيتون، بذور الشيا، عين جمل. الكلام ده طبعا لو متاح، لان ممكن يكون ميزانيه بتختلف من شخص لشخص تاني. لو مش متاح ممكن تشتري من اي صيدليه مكمل غذائي اوميجا 3، هيفيدك بشكل كبير انك تحسن من وظائف عقلك. حاول تتحرك على الاقل في اليوم نص ساعه متواصله، او تمارس الرياضه، وده طبعا هيكون احسن. قلل من السكريات والمقليات، قلل الكارب وزود سلطه وبروتين، ده لو متاح طبعا انك تزود بروتين. ريح دماغك وافصل كل اسبوع يوم. حاول تتامل، حاول ما تجهدش نفسك في اليوم اللي انت هتريح فيه. ما يكونش اليوم الراحه بتاعك مخصص للخروج وخروج لمسافات طويله او سفر. حاول ان انت تستغل يوم راحتك دوت في انك تفصل، بحيث انك توصل لمرحله كده من الملل من الراحه. لو وصلت المرحله ديت اللي هي مرحله الملل من الراحه، لما تيجي ترجع الشغل هيكون عندك طاقه كبيره جدا انك ترجع وتشتغل من تاني. بكده نكون انتهينا من الدرس بتاعنا. الدرس بتاعنا دوت كان اعتمدنا فيه على اكثر من مصدر فيديوهات من قناه علي محمد علي، وقناه دروس اونلاين، وقناه دكتوره نشوى. فحبيت اذكر المصادر ديت مع تجارب شخصيه خاصه بيا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى يكون في استفاده من الفيديو.
والسلام عليكم ورحمة الله.